السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله فيديو النهاردة تفصيل الخددية. طبعا اللي ما شافش فيديو القص وفيديو تفصيل الملاية هسيبهم في اول تعليق وفي صندوق الوصف. اول حاجة احنا بنخيط، اي طالما انت معاكي شغل على الخددية بتشتغلي في وش الخددية وهي مفتوحة. تمام. اول حاجة انا بثبت الجبير من النص. تمام، بثبته من النص علشان خاطر ايه؟ اثبت يعني ما وانا بخيطه داير ما يدور ما يتحركش معايا. تمام. فدي مرحلة مهمة جدا ان انت تثبتيه من النص. طبعا بقى هتخيطي الجبير داير ما يدور كده، تثبتيه عشان خاطر ايه؟ يبقى مظبوط على وش الخدادية ان شاء الله ويبقى كويس. بالنسبة بقى للكورنيش، طبعا انا قلت لكم في فيديو القص اللي شاف فيديو القص يعني، وانتي بتقصي الكورنيش للخداديات ما تقصهوش عريض، ما تعمليش زي ما انا عملت. دي مرحلة مهمة برضو انا حبيت ان انا انوه عليها تاني. انا طبعا قصيته تقريبا زي 12 سنتي، لا كان كبير جدا اوفر بصراحة. وطبعا بعد ما تخيط بقى راجع لورا كده مش باين الكورنيش. الافضل قصيه 9 سنتي 8 سنتي، هيبقى صغير شوية. احنا بنقصه في العادي 10، لا قصيه 9 او 8. طبعا انا هنا قصيت هنا خيطت خلاص كده الوش. تمام. نيجي بقى للخدادية التانية، اعمليها عكسها يعني يقابلوا بعض، يعني مثلا واحدة يمين وواحدة شمال طالما احنا عاملينها بالجنب. تمام كده. برضو هتخيطيها بنفس النظام، هتثبتي الجبير من النص الأول عشان خاطر ايه؟ وانت بتخيطي ما يعكسكيش، يعني انت ثبتيه ستريت كده خط واحد. تمام. نيجي بقى زي ما قلت لكم، الكورنيش قصي 10 سنتي او 8 سنتي او 9، ما تقصيش اكتر من كده. طبعا انا هنا قصيته يعني تقريبا 11 او 12 سنتي، فطبعا كان بصراحة كبير. وبعد ما فرشته لقيت الكورنيش، طبعا اول مرة يحصل معايا حاجة زي كده، الكورنيش راجع لورا مش باين في التصوير. تمام. فالافضل لا قصي الكورنيش صغير هيبان اكتر. دي مرحلة مهمة جدا، فطبعا حبيت انوه عليها عشان ما تقعيش في الغلط اللي انا غلطت فيه. طبعا انا بحب ان انا اعملها اوفر واتني تانية صغيرة. عايزة انتي تتنيها تانية جوه تانية مفيش اي مشكلة. انا بحب ان انا بس يعني لما يكون في كورنيش بحب ان انا اعمله اوفر واتني تانية صغيرة. ماشي. لو انت عندك دواسة البرم اللي هي الدواسة اللي بتتني دي على طول برضو هتبقى كويسة، بس اهم حاجة طريقة القص بتاعتك لازم تبقى مستقيمة. نيجي بقى هنا نركب الكورنيش. انا طبعا بحب اركب الكورنيش على ايدي. تمام. انا هنا دلوقتي يعتبر بعملها بميله، هيقابلوا بعض مش هخليهم يتخيطوا في بعض زي كل مره، لا دي طريقه جديده. قناه علم وتعلم، ام خالد بصراحه بتعملها الطريقه دي وعجبتني، فقلت لازم اعملها انا كمان. انا هنا بقى طبعا دلوقتي بخيط الكورنيش. طبعا بدي المكنه، بس انا طبعا عشان لابسه الجوانتي فمش عارفه ادي المكنه زي ما انا بدي، بمسك القماش من تحت وبدي المكنه على طول فبشتغل. طبعا انا هنا ايه، فبوريكم بس الفكره. انا بحب اخيط يعني اعمل الكورنيش على ايدي، مش بحب اعمله في دواسه الكشكشه. تمام. طبعا بس برضو انت مرتاحه ان انت تعملي دواسه الكشكشه، كشكشي عادي بالدواسة. تمام. بص انا قابلوا بعض بالطريقة دي كده من غير ما ايه اقفلها زي كل مرة. بصراحة الطريقة دي عجبتني، ربنا يبارك لها ام خالد، فقلت صراحة لازم انفذها واوريها لكم انتوا كمان. تمام. نيجي بقى طبعا هنقفل الوش مع الظهر. هوريكم بقى لما بعد ما نخلص ازاي تعملي لو انت ما عندكيش اوفر وعايزه تقفلي الخداديه ام قرانيش من غير اوفر، هوريكي برضو تعمليها ازاي. تمام. طبعا هنقفل الخداديه الوش مع الظهر الاول. طبعا احنا متفقين ان الوش والظهر انا بقصهم مع بعض 55 في 75. تمام. طبعا انا بقفلها من الثلاث جوانب، وطبعا في الجانب اللي هو بطنيه تانية جوه تانية. طبعا انا بقفلها كده من الثلاث جوانب. اهم حاجة بقى القلاب اللي البنات بتتلخبط فيه، القلاب بيتخيط في وش الخدادية مش في الظهر، القلاب في وش الخدادية، انا بخيطه اخر حاجة. تمام.
طبعا لازم تظبطي الكورنيش من جوه كويس عشان خاطر ما تاخدوش معاكي في الخياطة. بسم الله. انا عايزه اقول لكم ان انا يعني اول مره عملت الخداديه ما كنتش عارفه اعملها ازاي. الموضوع ده يعني كان تقريبا من 10 سنين. ففكيت، كنت لسه عروسه، فكيت الخداديه من عندي علشان اعرف بتتعمل ازاي. فكيتها وعملتها من اول وجديد عشان اعرف هي بتتخيط ازاي او هي طريقتها ازاي. فسبحانه يعني، ربنا يعلمنا جميعا يا رب. خلاص بقى كده خيطت الظهر، هخيط بقى ايه القلاب في وش الخدادية اهو. تمام. طبعا مقاس القلاب 25 سنتي ب55. طبعا انا هنا ما خيطتش القلاب من الناحية التانية تانية جوه تانية لان فيه البرسل، فما شاء الله مش محتاجة اصلا خياطة. البرسل جميل جدا بتاع الستان. ده بالنسبة للتاني. تمام. انا هنا تنيتها عشان خاطر القلاب التاني تنيته، فقلت لا ما ينفعش، لازم الخداديتين يبقوا زي بعض. لكن طبعا في الملاية انا سبته. طبعا بقى هنخيطه من الجنبين كده، قفلنا الخدادية. لو انت بقى ما عندكيش مكنة اوفر، هتعملي ايه؟ هتعرشي القماش الزيادة اللي هو المربع. تمام كده، هتعرشيه. يعني ايه تعرشيه؟ يعني تشيلي القماش الزيادة بالمقص. تمام. وتخليه يعني خليه يعني زي نص سنتي بس هو الحرف اللي باين. انا طبعا هنا عملته اوفر وبقلبها. فانت لا، هتعملي ايه؟ هتعرشيه لو انت ما عندكيش اوفر، وتقلبيها وتعملي بقى ايه البرواز ده. طبعا انا على طول بقول لكم تعملوا برواز. طبعا في الخداديات اللي هي الفيلات، وطبعا اللي هي المقرنش في وش الخداديه وكده. لكن اول مره اعملهم معاكم في الخداديه ام كورنيش اللي هي داير ما يدور. تمام. فما شاء الله برضو ادت شكل جميل جدا. انا عايزه اقول لكم الصوره والله جميله جدا في الفرش. يعني انا يعني هي كمان الطقم على الطبيعه تحفه، والخامه جميله جدا. خامه الستان دي تحفه والله، اللهم بارك. انا عايزه اقول لكم ان سعرها زاد، سعر الستان زاد تاني والله. يعني عمال بنزل دلوقتي الفيديو ولسه نازل السعر بتاعها آه، جديد. فربنا يرحمنا والله، اللهم امين. يا رب اكون قدرت اوصل لكم كل معلومه بالتفصيل، وتكونوا استفدتوا. دمتم طيبين وبخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.